سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير وبخير. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وعلى خير وبخير يا ربي. البنات، تحت الطلب ديالكم. اليوم وصفه لتهييج الحبيب وجلب الحبيب. وصفه يعني ديال الفقهاء. صحيحه بزاف البنات. هاد الوصفه هذه ان شاء الله ما تجيو تكملوها حتى يتصل بك الحبيب ديالك باذن الله يا ربي بهاد الوصفه هذه الناجحه. ومن وراءها البنات كاينه وصفه اخرى اللي حتى هي يعني بمكون واحد اللي غادي نستعملوه اليوم، اللي هو الفلفل الاسود. انتم البنات، الفلفل الاسود او كاين اللي كيقول ليه البزار، يعني الفلفل الاسود يعني غير مطحون، حبوب بحال هكا. غادي نستعملوه فقط، وغادي نستعملوا يعني قلم وورقات باش تكتبوا. هادو هما المكونات ديال الوصفه البنات، يعني ما فيهاش شي مكونات اللي يعني صعاب. المهم البنات، على بركه الله، هاد الوصفه هذه فهي كتبغي طهاره، يعني تكوني طاهره باش تعملي هاد الوصفه هذه. الا كان متخاصم معاك الحبيب مع ديالك او غير متخاصم معاك او الزوج ديالك وبغيتي ديريها ليه للتهييج وما قدرش يشهر براسو حتى يجي لعندك، اعملي ليه هاد الطريقه هذه الناجحه باذن الله. المهم البنات، غادي نستعملوا فيها كيف ما قلت لكم هاد الابزار او الفلفل الاسود وقلم وورقات الكتابه. غنستعملوا، انتم غتستعملوا 3 ورقات، 3 ورقات غير مسطره. فهم هاد البنات، نتوما غادي تستعملوا 3 ورقات غير مسطره. انا جبت 2 باش نوريكم الطريقه كيفاش. نبداو على بركه الله البنات. كتاخدي قلم، من الاحسن يكون احمر، يعني قلم من الاحسن يكون احمر، ولا كان عندكم الحبر الروحاني وبغيتوا تكتبوا به كتبوا به، الا ما كانش متواجد تكتبوا بقلم احمر. المهم البنات، نبداو على بركه الله. غادي نكتبوا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أحرقوا قلب وعقل وجسد وروحانية فلان ابن فلانة، واسلبوا إرادته بمحبة فلانة بنت فلانة حتى لا يتوانى لحظة واحدة عنها، ولا يسمع إلا إليها الوحى العجل الساعة. هانتوما البنات، بهاد الطريقه هذه كتكتبي هاد الورقه هذه. من بعد ملي كتكتبي هاد الشهاده اللي قلت لك، كتعملي 53 حبه، 53 حبه من الفلفل الاسود، 53 حبه من الفلفل الاسود. يعني هاد البزار او هذا نتوما تعملوه بالحساب، تعملوا يعني نظرا للوقت ما غاديش نقدر نحسب لكم. نتوما غادي ديروا 53 حبه. ها نتوما البنات بهذه الطريقه غديروا 53 حبه. من بعد طويوها تجي لعندكم
وغادي تكونوا البنات مشاعلين من الجمر. يعني الحريق باش غادي تحرقوها ضروري خاصكم يعني تحرقوها على الفحم. ضروري يكون الفحم يا مجمر يا كانون، ما تحرقوهاش في البوطه او الفرن، ضروري تحرق على الفحم. فما ديال البنات هاد الطريقه اللي درتها البنات نتوما طبقوها على 3 ورقات كيف ما درت انا هنا، ديروها على 3 ورقات. فما ديال البنات انا وريتكم الطريقه غير في ورقه واحده، نتوما تعملوا 3 الورقات تكتبوا فيهم نفس داكشي اللي كتبت، وتعملوا في كل ورقه 53 حبه من الفلفل الاسود. من بعد البنات غادي تاخدي الورقه اللي درتي فيها هاد الفلفل الاسود، وغادي تقراي على كل واحده صوره الجن مره واحده، تقراي على كل وحده صوره الجن مره واحده. مفهومه ديال البنات؟ من بعد البنات غادي تاخديهم بثلاثه بيهم، تحطيهم بثلاثه بيهم وتشعلي مجمر يعني. مفهومه ديال البنات؟ وغتحطي الاولى تحرق، تحطي الاولى تحرق. ملي غادي تحرق هاد الاولى واحده حتى يتقادى الدخان ديالها نهائيا، يتقادى هذاك الدخان ديالها نهائيا، تحرق مزيان وما بقاش طالع الدخان ديالها. غادي تاخدي الثانيه اللي درتي ليها نفس الطريقه فما ديال البنات حتى يتقادى الدخان ديال الاولى، يعني تحرق مزيان تيتقادى الدخان ديالها، وثاني ديري الثانيه فما ديال البنات كذلك الثانيه حتى يتقادى الدخان ديالها نهائيا. عاد تعملي عاوتاني كذلك الورقه الثالثه. فهي البنات رائعه رائعه بزاف بزاف. الجلب ديال الحبيب راه زوينه، كنتمنى منكم تجربوها، وكل وحده قبل ما تحرقوها تقراو عليها صوره الجن. فما ديال البنات كل وحده قبل ما تحرقوها تقراو عليها صوره الجن البنات.